السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل الكبده بطريقه المحلات وطريقه المطاعم وطريقه عربيات الشارع بالظبط واحسن كمان. طريقه سهله وبسيطه، مش هتكلفك اي حاجه، ولو جبت ربع كيلو كبده تعملي منها كميه كبيره بمكونين بس بساط. تعالوا نشوف مع بعض بقى. هتجيبي الكبده زي ما انت عاوزه طبعا. دي حوالي ربع كيلو كبده، وزي ما انتوا شايفين وقطعتها دي، وفيها قلوب وفيها حته دهن كده. قطعتها بقى ايه حتت صغيره خالص، وقطعت ايه توم، وقطعت ايه فلفل اخضر على فلفل حامي، بس كده. طبعا الكبده لو انت حابه تعمليها قطع كبيره اعمليها، بس طبعا محلات الشارع بتقطعها فرافيت يعني، فانا قطعتها حتت صغيره خالص زي ما انتوا شايفين كده. برضو الفلفل حتت صغيره والثوم برضو، وتعمليه في الكبه. وطبعا ايه حطيت على الكبده ايه معلقه كبيره كده من الطحينه وقلبتها كويس كده في بعضها. طبعا لو انت مش عاوزه تحطي الطحينه حطيها. طبعا الكبده ما بتتغسلش، فانا عشان يعني بقرف قوي بخاف يكون ريحتها زفاره او كده، فقلت ايه احط شويه الطحينه دول عليها. بدات بقى انزل بطاسه على النار فيها نقطه زيت صغيره خالص، ونزلت بالكبده بدات اقلب فيها لحد لما لونها اتغير معايا. وبعدين بدات انزل بالثوم بتاعي، وبعدين ايه نزلت بالفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها سنه كمون وسنه كزبره وسنه فلفل اسود وسنه ملح، بس كده. دي كل الحاجات اللي انا حطيت عليها. كزبره بتدي ريحه حلوه قوي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ما خدتش دقيقتين على النار. طبعا الكبده بتستوي بسرعه، وانا مقطعه اصلا حتت صغيره فمش هتاخد معايا اي سوا زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. وطبعا جنبها بقى قلت اعمل طحينه. جبت كيس كده طحينه وخففته بشويه ميه، وحطيت عليه شويه كمون وشويه ملح وشويه خل وعصره ليمون. انا احب قوامها خفيف كده فخففتها. هبدأ بقى احط على سندوتشات الكبده بقى. كنت جايبه ب5 جنيه 20 وكده. بدأت بقى ان اقطعه. حطيت في طحينه في الاول، وبعدين حطيت الكبده وحطيت طحينه فوق تاني، وكان عندي مخلل جايبه معايا برضو. قلت بقى اكل معاها كأني باكل في المطعم، واحسن طبعا لان دي حاجه عاملينها قدام عينينا. اكل بره دلوقتي ما بقاش مضمون، والدنيا بقت غاليه، وبقوا طبعا بقوا يجيبوا اي حاجه وخلاص يمشوا حالهم، حتى لو كبده كلاب. فانت تعملي لاولادك حاجات مضمونه في البيت، ودي بتضيع منها ريحه زفاره. ما تحطوش بقى لا بصل ولا طماطم ولا كل ده، هو الفلفلايه والثومه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كانوا سندوتشات زي العسل. بدات بقى احط عليهم طحينه كده زي ما انتوا شايفين. طريقه سهله وبسيطه، مش محتاجه اي مكونات. هي قرن فلفل وطماطم وحته الكبده تقطعي حتت صغيره خالص، تديكي معاها كميه كبيره، وتكتري الفلفل عليها. انا مش حابه فلفل، في ناس ما تحبش عليها فلفل، ما تحطش فلفل، حط الثوم بس، وشويه كزبره وشويه ملح وشويه كمون وسنة فلفل اسود. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. طريقه سهله وبسيطه، جربوها بقى وقولوا رايكم في التعليقات. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.